الشخص اللي قدامكم ده اسمه محمد رضا ومشهور بالجزائري. من وهو صغير دخل عالم الإجرام والعصابات، سرقة ونصب وسطو مسلح ومخدرات، ودخل وخرج من السجن أكثر من مرة، والكلام ده كله كان بيحصل في مدينة في بلجيكا اسمها أنتورب. محمد أو الجزائري هو من أصول جزائرية، ولكن هو اتولد وتربى وعاش حياته كلها في بلجيكا. محمد أو الجزائري كان عنده أخ أكبر منه بسنتين اسمه بو علام، وبو علام ده كان هو شريكه في الجريمة، وكان بيساعده في كل الجرائم اللي بيعملها، يعني نقدر نقول ان هو شريكه في كل شيء تقريبا. النهارده هنتكلم على قصة الجزائري اللي هرب من اوروبا ووصل المغرب عشان يطلب الحماية، لان الانتربول كان بيجري وراه. فكملوا القصة للنهاية. الجزائري وبو علام بدأوا بتجارة وتوزيع المخدرات بكميات صغيرة جدا للناس والسياح في المدينة، اللي هم كانوا بييجوا يتفسحوا في مدينة أنتورب البلجيكية. وكانوا مشهورين مش بأنهم بس بيبيعوا مخدرات بكميات صغيرة، لا كمان كانوا بيضربوا الزباين وبيسرقوا فلوسهم ومتعلقاتهم الشخصية، لأن طبعا مفيش حد هيروح يبلغ الشرطة أو هيقول أنا اتضربت عشان أنا كنت بشتري مخدرات وتاجر المخدرات ده ضربني وسرق حاجتي. في أوائل سنة 2014 بو علام والجزائري اشتروا كيلو كوكايين من تاجر تاني اسمه مراد، ولكن لما اشتروا الكمية دي تحديدا ما كانش في نيتهم ان هم يرجعوا الفلوس لمراد. مراد طالب بو علام والجزائري كتير جدا من الفلوس ان هم يرجعوا له الفلوس، ولكن كل مره كانوا بيطلعوا بحجج واعذار وان مفيش فلوس، حتى ان هو طلب منهم ان هم يقسطوا الفلوس او يقسموها، ولكن لا حياه لمن تنادي. وقعد اكتر من 6 شهور شبه يتحايل عليهم يوميا ان هو ياخد الفلوس، ولكن مرضوش يرجعوا. مراد كان عنده ابن عم اسمه هشام ده كان شخص ليه سوابق إجرامية. حكى له القصة وقال له إن هو عايز إنه يخوفهم عشان يرجعوا الفلوس. مراد ادى لهشام رقم الجزائري وبعت له رسالة مكتوب فيها: أنا ابن عم مراد، رجع الفلوس عشان أنت عارف ممكن يحصل لك إيه. طبعا دي رسالة تهديد واضحة. بو علام والجزائري لما شافوا الرسالة دي اتوتروا جدا وبدأوا يقلقوا جدا، لأن هم عارفين إن هشام ده شخص ليه سوابق ومجرم، ومعروف إن هو دايما شايل سلاح، ومعروف عنه أكتر إن هو مش بيخاف إنه يستخدم السلاح ده. وبعد ما شافوا الرسالة بدأوا يفكروا هيعملوا إيه، ولأن هشام ده هيكون مصدر خطر ليهم، فاتفقوا إن بو علام هيشتري مسدس وهيشيله في أي وقت تحسبا إنه يحصل أي حاجة. بعدها بحوالي 3 أيام، وتحديدا يوم 30 أكتوبر 2014، كان بو علام والجزائري في العربية بتاعتهم في إشارة مرور. جت عربية تانية وراهم، نزل منها شخص ومشي في الشارع وركب العربية بتاعتهم، فتح العربية وقعد في الكرسي اللي ورا. والشخص ده كان هشام. وأول ما سألهم عن الفلوس بو علام اتوتر جدا وفقد السيطرة على نفسه، وطلع المسدس وضرب طلقة في صدره، وطبعا مات فورا. وعشان الكلام ده كله حصل في إشارة مرور وفي كاميرات في كل حتة، الشرطة قبضت عليهم، وبعدها اتحكم على بو علام أخو الجزائري ب20 سنة سجن. وطلع الجزائري براءة لأن هو ما عملش أي حاجة، والكاميرا صورته إن هو بس كان سايق العربية، يعني ما اشتركش في الجريمة. الجزائري بعدها بفترة كان على علاقة ببنت مغربية، وكان عايز إن هو يرتبط بيها بشكل رسمي، ولكن كانت البنت المغربية دي من عيلة بتشتغل في نفس المجال الإجرامي، وكانوا بيكرهوا الجزائري ده جدا. وفي مرة حصل خناقة كبيرة بينهم وصلت للضرب بأسلحة بيضة، يعني سكاكين وسيوف وهكذا. طبعا الشرطة جت، والعيلة بتاعت البنت مرضيش ان هم يكبروا الموضوع مع الشرطة، وقالوا ان هو كان سوء تفاهم وخلاص، والشرطة قفلت القضية. بعدها بحوالي شهر تقريبا بيت ابو وام الجزائري اتضرب عليه نار. الشرطة ساعتها قالت ان الجزائري عنده اعداء كتير جدا، فصعب تحدد مين اللي عمل كده، وطبعا القضية اتقفلت واتأيدت ضد مجهول، لأن مع كل أعداء الجزائري لا يمكن يحددوا مين الشخص اللي ضرب نار على بيت أبو وأم الجزائري. على الرغم من كل اللي حصل ده، ولكن الجزائري ما توقفش وفضل مكمل في السكة اللي هو ماشي فيها، وما كانش فارق معاه إن هو يعمل أعداء بشكل يومي، وما كانش خايف منهم، وكان سايب الموضوع يمشي زي ما يمشي، لحد ما في مرة وقع في أكبر غلطة وسرق 17 كيلو كوكايين من عصابة تانية في بلجيكا. العصابة دي قررت انها تنتقم منه ويدوله درس عشان ما يعملش كده تاني. العصابة عملت ايه؟ بعتت 2 فرنساويين بعربية فان عشان يخطفوا محمد اللي هو الجزائري، ولكن لما حاولوا يخطفوه محمد قدر ان هو بشكل او باخر انه يهرب منهم، وتحولت ان هو اللي بيجري وراهم بالعربية، وتحولت الى مطاردة، يعني في عربيتين في الشارع بيجروا ورا بعض. وكان الموضوع ده يوم الحد، وكانت الدنيا زحمة جدا، والناس شافت ان في عربيتين بيجروا في طريق الطوارئ، وراحوا مبلغين الشرطة،
الشرطة بالفعل استلمت البلاغ وكانوا منتظرينهم عند إحدى المخارج اللي موجودة في شوارع أنتورب الرئيسية. الشرطة ساعتها اعترضت طريق العربية وقبضوا عليهم، ولكن محمد قدر إن هو يهرب بعربيته، واتقبض على 2 فرنساويين اللي كانوا بيجروا وراه بالعربية الفان. ولكن الجزائري هنا كان بدأ يفوق، وبعد اللي حصل ده تأكد إن موضوع إن هو يفضل عايش في بلجيكا موضوع أصبح خطر جدا، وإن كده ممكن يموت في أي لحظة. فقرر إن هو يسيب بلجيكا ويسافر بلد تانية، والبلد دي هي الامارات وتحديدا دبي. وهناك كان قاعد في برج فخم جدا في دبي، وتحديدا في دبي داون تاون اسمه برج رمادة، ومن هناك كان بيدير شغله في بلجيكا. وطبعا وجوده في دبي منع اعدائه ان هم يوصلوا له بشكل مباشر، ولكن ما منعهمش ان هم يوصلوا لاهله. يوم 16 اكتوبر تحديدا 2021 انفجرت قنبله قدام محل بيمتلكه قريب ليه، يعني واحد من قرايب الجزائر. وبعدها بشهر انفجرت قنبلة تانية، ولكن المرة دي كانت قدام باب بيت أهله. وبعدها بكام شهر طلعت أخبار إن الجزائري اتقبض عليه في مطار المغرب. محمد كان مطلوب للانتربول في كل دول العالم، ولكن السؤال هنا هو ازاي طلع من دبي ووصل المغرب، وليه اصلا ممكن يسيب دبي في وقت زي ده. ولكن الاغرب هنا ان السلطات المغربيه قالت ان الجزائري وصل على المغرب من طياره جايه من اسطنبول تركيا. طبعا محمد في الوقت ده كان عليه قواضي كتير جدا في بلجيكا، فلما الحكومه البلجيكيه سمعت ان المغرب قبضت عليه انبسطوا جدا، لان هم كده هيستلموا واحد من اكتر المجرمين المطلوبين في بلجيكا. ولكن هنا كانت الصدمه، لان الحكومه المغربيه اطلقت سراح الجزائري جوه المغرب، وكمان رفضوا طلب الحكومه البلجيكيه في تسليم المجرم. وهنا بقى بدات الاشاعات تظهر ان هو دفع رشوه لناس في مناصب عاليه في البلد عشان ما يسلموهوش لبلجيكا، واشاعات تانية بتقول ان هو حصل على الجنسيه المغربيه. المغرب فيها قانون بيمنع ان انت تسلم المواطنين لاي دوله تانية حتى لو كان الانتربول هو اللي طالبهم. وكمان هنا الفكره ان الجزائري كان في عيون الحكومه المغربيه هو شخص مش مجرم وما عملش اي حاجه، عشان كده اطلقوا سراحه. والموضوع بعدها اتأكد بعد ما تم تسريب معلومات من مسؤولين في الدولة إن الجزائري حصل على الجنسية المغربية، ولكن محدش قدر يعرف المبلغ اللي دفعه عشان يحصل على الجنسية. ولكن أكتر مبلغ اتكرر في القصة دي كان 5 مليون يورو. يوم 24 أكتوبر 2022 في حد كلم الشرطة وقال إن في جسم غريب قدام باب البيت اللي جنبه. البيت اللي جنبه ده كان بيت مرات أخو الجزائري يعني. الشرطة جت وفعلا طلعت قنبلة، وبعدها ب3 شهور لقوا قنبلة تانية قدام البيت القديم اللي كان عايش فيه، واللي كان عايش فيه وقتها ناس من قرايبه. شهر ديسمبر 2023 اتقبض على الجزائري في المغرب، والمرة دي كانت لسبب غريب جدا، وهو ان وزير العدل شخصيا البلجيكي سافر المغرب وضغط على الحكومة المغربية بشكل او باخر ان هم لازم يسلموا الجزائري ولازم يقبضوا عليه. وبالفعل الحكومة المغربية فعلا قبضت على الجزائري، ولكن ما سلموهوش لسه لبلجيكا. في الوقت ده كانت المحكمة البلجيكية أصدرت ضده عدة أحكام بالسجن بسبب الجرائم اللي عملها في السنين اللي فاتت، ووصلت العقوبة لحد 24 سنة في السجن. لحد موعد تصوير القصة دي فهو لسه محدش سلم الجزائري لبلجيكا، وهو لسه لحد دلوقتي موجود في السجن في المغرب. والله أعلم هل هيسلموه ولا لأ، هل هيحكموا عليه بأي حكم ولا لأ، وهل أصلا هيسقطوا عنه الجنسية ولا لأ. ولكن بلا شك لو هيسلموه لبلجيكا فبالتالي الجنسية المغربية هتسقط عنه. دي كل حاجة عن قصة الجزائري. أتمنى أنها عجبتكم، ولو عجبتكم اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وحابب كمان لو حد فيكم عنده قصة معينة حابب نتكلم عنها فاكتبوا لي في التعليقات وبس. فما تنسوش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة، عايزين نوصل 1000 مشترك. واشوفكم القصة الجاية. السلام عليكم.